نفسية الإنسان عاملة زي الأوعية. في نظرية كده في علم النفس. اديني الإزازة اللي قدامك ده اشرح لك. أيوه. نظرية الأوعية دي بتقول إن نفسية الإنسان عاملة زي إزازة المية دي كده. دي إزازة مية فاضية، فأنت علشان تكون شخص مستقر نفسيا لازم تملى الأزايز الفاضية وتفضي الأزايز المليانة. فلو فرضا مثلا أنت عندك إزازة بتاعة الحزن، إزازة الحزن دي لو هي فاضية وحياتك كلها أفراح وسعادة، هتبقى عندك خلل نفسي، لأن مفيش توازن بين حاجتين عكس بعض، الحزن والفرح كمثال مثلا. والعكس بقى، لو دي مليانة أحزان فهيبقى في خلل، زي أكنك مليت إزازة المية، فلو مليانة على الآخر وزودت عليها مية إيه اللي هيحصل؟ هتتهز وتكب المية اللي فيها وتفيض، فبالتالي نفسية الإنسان هتبقى مضطربة مش هتبقى متزنة. فده نفس المثل بالظبط. فلو أنت مليت إزازة المية دي حزن وزودت الأحزان ما فضتهاش، فبالتالي هتضطرب نفسيا. طب هو الإنسان بيملى الأحزان وما بيفضيهاش ليه؟ في ناس بتركن الحزن، في ناس لما تحزن بتزود على نفسها الأحزان. تلاقيه مثلا كنت قابلت واحد من قريب، ابنه توفى، فتلاقيه مزود على نفسه الأحزان، ما بقاش يروح شغله، حاطط صورة ابنه في كل حتة، كئيب جدا، مش مهتم بنفسه، بيسمع أغاني حزينة وهكذا. فهو عمال بيملى في إزازة الأحزان أحزان أكتر، فبالتالي بقى طول الوقت مضطرب نفسيا. لكن الأصل إن هو يعمل إيه؟ الأصل إنه يفكر ويدرك ويتقبل الموقف ويبدأ يفضي الأحزان. يعني يشغل نفسه بحاجات تانية، يشيل الأغاني الحزينة ويحط مكانها نشاط رياضي، يشيل صور ابنه اللي في كل حتة. أكيد يعني صور ابنه دي مش هترجع ابنه. ما هياش خيانة إنك تشيل صورة ابنك من على الموبايل، أو تشيل صورة حد من أهلك اللي توفوا من على الموبايل. ما هياش خيانة، ولا بتاخد عليها أجر، ولا بتنفع الميت، ولا بتنفع العايش. مش عارف الناس بتعملها ليه. الناس بتعملها فقط علشان يحافظ على حزنه، وأكنه لو شال صورة الميت من على الموبايل أكنه بيخونه مثلا. في ناس بتحس بكده. كنت أعرف واحدة تقول لي أنا لو قعدت 5 دقايق بعمل حاجة غير إن أنا بعيط على جوزي بحس إن أنا بخونه. إيه ده؟ أكيد جوزها وهو في قبره لو سمع إن هي متعذبة كده بسببه أكيد هيبقى متضايق. يعني أكيد في قبره بيتألم بسبب اللي انت بتعمليه. فبالتالي الإنسان لما يكون حزين من حاجة ويقعد يملى نفسه أحزان هيضطرب نفسيا. الحل في حالة حزن أي بني آدم إن هو يفضي المليان ويملى بحاجات تانية ترجع له نشاطه، يملى بأكتيفيتي مثلا، عمل خيرية، رياضة، علم، كونفرنس، مؤتمر، أيا كان اللي هتعمله. يفضي الأحزان ويملى مكانها حاجات تحسسك بالأتشيفمنت والأفراح، فهتعيد تاني التوازن النفسي اللي جواك.